فزت باللوتري وعايز تعرف المصاريف، اسمع الحلقة دي مع العمدي، وما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفايدة تعم للغير. طبعا بصراحة أنا من فترة عايز أعمل الفيديو دي، والوقت طبعا داهمني لأن عندي شغل والله دايما، بس صراحة تكرر السؤال ده دايما من المتابعين، وأنا متابعيني دايما أحب أوفي معهم بوعدي، لأن السؤال ده سأل صراحة كتير يعني كذا مرة، مصاريف اللوتري مصاريف اللوتري مصاريف اللوتري. مش عارف يعني الناس بالصلاة على النبي معاها فلوس وعايزة تطيرها ولا إيه الدنيا بالظبط، مستعجلين على الدفع جوه، هتدفعوا يعني هتدفعوا والله هتدفعوا. المهم ان شاء الله النهارده هحكي معاكم في مصاريف اللوتري. طبعا اول حاجه انت لما ربنا يسهل لك باذن الله وتنجح، هيبتدي التواصل معاك من خلال الايميل فيزا اللوتري، الايميل اللي انت بعته لهم، تمام، او الايميل اللي انت سجلته في الاوراق بتاعتك. اول حاجه هيطلبوا منك كشف طبي، هيحولوك على مستشفى السفاره نفسي ما تبقى متعامله معاه. انا واحد من الناس لما كنت جاي امريكا، يعني اول ما كشفت حولوني على مستشفى اسمها الانجلو الامريكيه، رحت كشفت فيها. طبعا الكلام ده من 4 سنين من فتره. اول حاجه هيطلبوها منك الكشف الطبي، تمام. الكشف الطبي طبعا هيكلفك حوالي 100 دولار. طبعا دلوقتي انا هحكي على فرد واحد، واللي يطبق على الفرد يا جماعه، واللي يطبق على الفرد يطبق على الجميع. يعني مثلا انت معك 3 اولاد ومراتك يبقوا 5، يعني احسب على 5، تمام. انا هحسب على فرد واحد عشان بس هي للتوضيح، هحسب على فرد واحد. الكشف الطبي هيكلفك حوالي 100 دولار، تمام. هم اصلا يبقى في مستشفيات متعامله معاهم، هيحولوك على المستشفى دي. يبقى ايه اول حاجه كشف طبي، خلصنا منه. نيجي للمرحله اللي بعديه، ما تدفع حوالي 125 دولار. 125 دولار دي بتاعت دي تكلفة الأوراق اللي هتترجمها للغة الإنجليزية. طبعا أنت هتترجم كل حاجة، شهادة ميلاد أولادك، شهادة ميلادك، المؤهل بتاعك تترجمه بالإنجليزي ومكان معتمد. أنا ساعتها ترجمته في مصر في مكتب اسمه إيفرست، معتمد صراحة ومكتب محترم وترجمتهم مظبوطة. لازم تكون مكتب معتمد عشان الترجمة بتاعته تبقى مظبوطة. هيكلفك كامل المكتب دي 125 دولار، وتوثيق من الخارجية ومش الخارجية والكلام دي، يعني حسبة 125 دولار تصرف عليها توثيق الورق في الخارجية، تمام، وترجمة الأوراق. حاسب لك 125 دولار، يبقى كده ايه 225 دولار كشف طبي 100 و125 دولار ترجمة أوراق. هم يطلبوا منك اوراق معينه هيقولوا لك عليها، شهاده ميلادك تترجم باللغه الانجليزيه، المؤهل بتاعك لغه الانجليزي، الفيش والتشبيه بتاعك يترجم باللغه الانجليزيه. كله ده انا ترجمته يا جماعه، تمام، ويكون مكان معتمد. بعد كده هتدفع 330 دولار. جينا للضربه الكبيره، هتدفع 330 دولار، دي ثمن المقابله. قبل ما تروح السفاره بتورد 330 دولار بتدفعها في بنك السي اي بي، وبيدوك ريسيت، ومن خلال الريسيت دي انت بتخش على الموقع وتحدد موعد المقابله بتاعتك، تمام. بس لازم تدفع 330 دولار. لما هتروح السفاره وربنا وفقك، دفعنا دلوقتي طبعا هي فلوس الكشف الطبي وخلصناه، ودفعنا ترجمه الاوراق للغه الانجليزيه 125 دولار، ومصاريف المقابله 330 دولار، تمام التمام. بتروح السفاره طبعا عشان موعد المقابله بتاعتك، بياخذوا منك هناك 220 دولار. دي بتاعتي، هتقول لي هقول لك انا بتاعتي، دي بتاعت الجرين كارد، عشان اول ما توصل تلاقي الجرين كارد بتاعك جاهز وتمام التمام. بتورد 220 دولار. امريكا مش هتدفع لك ولا حاجه، امريكا بس تديك الفيزا اللي تدخل بيها البلد. وزي ما قلت لكم افضل فيزا اللوتري. ليه؟ لانها هتوفر لك الجرين كارد الدائم. بعد ما تدخل البلد حوالي شهر تكون الجرين بجيبك. السوشيال سيكيورتي بتستلمه بعد اسبوعين اول ما توصل. وعن تجربه في ناس جات هنا وانا استقبلتهم وساعدتهم، والجرين بتاعهم جاء بعد شهر، والسوشيال سيكيورتي جاهم بعد اسبوعين بعد وصولهم، تمام. يبقى هي 220 دولار حق الجرين كارد. يعني الناس ما واخدينش حاجه لنفسهم، كله هي تبع اوراقها. بعد كده يفضل هي معانا حاجه اخيره، وما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفايده تعم للغير. ومعانا حاجه ثانيه، تذاكر الطيران. تذاكر الطيران طبعا ما تحجز ذهاب بس، طبعا تحجز اقل حاجه ممكن تلاقيها تعمل لها 1000 دولار، 800 700 انت وحظك. ولو في عروض يبقى خدمت معك عشان ما تتكلفش كتير. فدي مصاريف اللوتري اللي طلبت مني. يبقى معاني 100 دولار كشف طبي، تمام، و125 دولار ترجمة الأوراق،
بالكامل بالانجليزي شهاده ميلادك. هو طبعا هيقولوا لك على كل الاوراق المطلوبه على الايميل، هيطلبوا منك على الايميل كل الاوراق دي تترجمها للغه الانجليزيه، مكان ومكتب معتمد. تمام. 125 يبقى كام؟ 225. وعندك 220 دولار مصاريف جرين كارد عشان لما توصل تلاقيه جاهز. يبقى معنا 125 و220، قول 225 و225. تمام. 200 و200 400، و25 و25 50 يبقى اياه 450. وعندك 330 450 و300 450 و300 450 و300 750. وعندك تذكرة طيران 1000 دولار 1750. انت بص حط في الميتة 2000 دولار مصاريف توتال على بعض، ترجمة اوراق، على كشف طبي، على حيز موعد في السفارة، على تذكرة طيرانك، حسبة 2000 دولار. دول تعمل حسابك مصاريف اللوتري، وربنا يوفق الجميع. انا عملت الفيديو كده خطافي في المكان دي عشان افيدكم والله، لان صراحة الوقت عندي مزنوق وعندي شغل وكده، فمحاول ان انا افيدكم على قد ما اقدر. خطفت نفسي وجيت المكان دي وصورت لكم الفيديو في نفس الوقت عشان استمتع بالمنظر الجميل اللي انتم شايفينه دي. امريكا حلوه وفتحت دراعاتها للجميع وفيها فرص عمل حلوه، وربنا يكرمكم جميعا وتفوزوا في اللوتري. وزي ما قلت لكم ما تسمعوش للمحبطين وللمتشائمين. انا في ناس من سوهاج من بلدنا كلمتني وقالت لي انهم فازوا في اللوتري وجايين ان شاء الله على خير، فما فيش حاجه بعيد عن ربنا، واتمنى لكم كل خير. وما تنسوش اللايك والشير عشان الفايده تعم للغير.